من كارت سونيك من المستوى الأول إلى كارت سونيك بمستوى مليون. سونيك عنده كارت بمستوى منخفض جداً وخسر السباق ضد سونيك .exe، وحنضطر نطور مستوى الكارت بتاعنا لحد أعلى مستوى. يا ترى حنقدر نكسب سباق الكارت النهائي وننقذ العالم؟ يلا بينا. طيب أهلا وسهلا بكم كلكم في سباق الكارت النهائي. النهاردة كلكم هتتنافسوا على $1,000,000، وكان عندكم وقت تعملوا الكارتات بأعلى مستوى ممكن. يلا نشوف هتفاجئوني بإيه. أنا حضرت كارت مستوى تقريبا 1,000,000، لأنه كارت بمستوى 1,000,000 فعلا مستحيل تلاقيه. استنوا وافسحوا الطريق لأكتر شاب جذاب فيكم. أنا معايا كارت بمستوى 100,000 جامد جدا للمضمار. طيب الكارت بتاعي مش بمستوى عالي قوي، هو بمستوى 10,000، بس جاهز يواجه أي وحش. دخان خطيرة شوية، بس قدرت أبني كارت بمستوى 1000 هتندهشوا منه. أنا ما كانش عندي قطع كتير في الورشة، بس عملت اللي قدرت عليه، وعندي كارت بمستوى 100. أنا عندي أحسن كارت على الإطلاق مستوى 10، بس مش شكله جامد برضه. وأنا بصراحة يا راجل كنت مشغول جدا بإنقاذ العالم ومساعدة الناس، وما كانش عندي وقت. اضطريت أخذ عربية بسرعة وعدلتها شوية، وعندي كارت مستواه 1 بس برضو لازم أحاول أنافس. ما ينفعش أسيب الوحش ده ياخد الفلوس. طيب دلوقتي بعد ما كل حاجة اتقدمت، كل واحد يدخل الكارت بتاعه ونبدأ السباق في 3 2 1. يلا نجري. ده هيبقى سهل جدا، أنا جاي بكل قوتي. العربية دي مستواها تقريبا 1,000,000، مستحيل أي حد من العيال دول يلحقني. أوه أيوه، أنا ماشي بسرعة لدرجة إني مش شايف حد ورايا. يعني السباق ده هيبقى سهل جدا بالنسبة لي، وهكسب الفلوس عشان أشتري أسلحة وأدمر العالم. اسمعوا لو سمحتوا افسحوا الطريق لأكتر واحد جذاب ووسيم فيكم. دي السواقة الصح بجد. يا سلام على العربية اللي معايا. أنا بحبها. يمكن ما كنش سريع زي اللي مستواه يقرب من 1,000,000، بس برضه هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أحاول أوصله. يلا بينا. يلعنكم، عمركم ما هتقدروا على سرعة شادو. أنا جاي بكل قوتي وبالعربية الجامدة بتاعتي. العربية دي مستواها عالي جدا، فيها تربو خاص مركب فيها. لازم احاول اقبض على سونيك .exe الغبي ده قبل ما يفوت الاوان. يلا انا اقدر اعملها، انا جاي بكل قوتي. يلا أنا مش هستسلم حتى لو ضوء الشمس مش عاجبني. أنا بحب ضوء القمر أكتر، بس العربية الجامدة دي أنا بعرف أسوقها زي ما حدش يعرف. ناوي أوصل أبعد من أي حد تاني وأكسب السباق ده. أيوة سونيك يوبو ما يتوقفش، كده الواحد بيدرافت وكده الواحد بيسوق. ابعدوا عن السكة يا بشر، عربية ميتال سونيك دخلت الساحة. معايا تربوهات، أسلحة وحاجات كتير من اللي عند أي روبوت جامد، فاستعدوا لأني جاي لكم كلكم. في ناس هتفتكر إني عشان مستوايا بس 100 ما عنديش أي فرصة، بس هوريهم إنهم غلطانين. ميتال سونيك عنده أحسن عربية كارت من الكل. إيه السباق بدأ خلاص؟ استنى هركب وديها جامد. أيوة معايا أحسن كارتي في التاريخ، كارتي مستوى 10. أنا سريع جدا. أيوة الموضوع ده ممتع قوي، بحب السواقة قوي يمين وشمال. أنا اللي هكسب، مفيش عندي أي شك. أيوة أي يا نهار أبيض، أنا وحش قوي في السواقة، ده شيء يكسف. حتى سونيك القبيح سبقني. يلا بينا. طلعت على العربية الصغيرة بصراحة مش وحشة قوي. أنا مجرد عربية، كارتي مستوى أول، بس ممكن أحاول أعمل تاريخ. ألف من هنا. يلا. أيوة أنا مش سيء قوي في السواقة، مش بعملها وحش خالص، وأظن عندي فرصة أكسب. بص لسه سابق سونيك القبيح حتى لو خبطت فيه شوية، بس طالما سبقته يمكن أقدر أسبق الباقي. أظن عندي أمل، أظن أقدر أكمل السواقة، وأظن أقدر أكسب. انتباه لكل السواقين، اتجمعوا عند خط النهاية عشان السباق خلص خلاص. إزاي؟
ده أنا لسه بادئ السباق وكنت فاكر عندي فرصة. يا نهار أبيض. ماشي، جاي حالا. يبدو إنه السباق خلص وفي فايزين وأنا حتى ما قربتش. يا جماعة يلا بينا نشوف مين كسب وإيه اللي حصل هنا. يلا نشوف. اتفضلوا ادخلوا شوفوا البطل والفائزين. سونيك اكس اي الرهيب هو اللي كسب وخد $1,000,000. يا نهار اسود، كنت فاكر اني كوني كبير ووسيم وقوي، ده هينفعني. حتى وأنا معايا مركبة بمستوى 10,000 ومعاها تيربو مدمج ما قدرتش أعمل أي حاجة. يا نهار ابيض، دلوقتي العالم هيتدمر تماما. ومش هيبقى في أي حاجة نقدر نعملها عشان نمنعه. كلكم اتزنقتوا يا فشلة، أنا اللي كسبت، وده معناه إن استنى، أنا سونيك بتحداك في مبارزة على $1,000,000 اللي لسه كسبتهم. بتقول ايه يا ولد؟ ده جنون. الكارت بتاعه مستواها يقرب من 1,000,000، بتاعتك لسه مستوى واحد بس يعني. موافق يا سونيك، هسابقك بس بشروطي. هنعمل السباق هنا بكرة في نفس الميعاد وكل حاجة مسموحة. ده معناه إني أقدر أقتلك. مش فارقة معايا، هعمل كده وهكسبك. هتشوف مين السواق الحقيقي للكارتات في العالم ده. دلوقتي لو تسمح لي همشي لأني أظن إني عملت مصيبة صغيرة. يا نهار أبيض، معايا هنا الكارت بتاعي عشان أحاول أعدله بس مفيش أمل، هو بس مستوى أول، ما عنديش قطع غيار وفي يوم واحد مفيش وقت. يا خرابي. يا سونيك ليه ما تستخدمش الكارت بتاعي؟ هو مستواه أعلى من بتاعك. أنا عمري ما كنت شاطر في أي حاجة، بس لو أقدر أساعد في حاجة في إنقاذ العالم عايز أعمل كده. إيه بجد؟ بس يا سونيك القبيح، لو اديتني الكارت بتاعك انت مش هتفضل معاه أيوة، سونيك كان شجاع جدا لما واجهت الوحش ده، وإحنا كلنا هنساعدك. بالظبط، هنخلي الكارت بتاعك يبقى بمستوى يقرب من 1,000,000 زي بتاعه. كلنا هنساعدك حتى لو لسه زعلان من السباق. يا خسارة. أيوة يا سونيك، لو كسبت انت كلنا هنكسب، احنا واثقين فيك. يا جماعة ده شيء رائع، شكرا لكم جدا. كمان خد العربية الجديدة بتاعتك اللي مستواها 10 وتعالى معايا عشان نطورها. طبعا أكيد أنا جاي. ميتال سونيك انت بطيء جدا، هستناك عند خط النهاية. أوه أيوة. يلا بسرعة، من دلوقتي عندك بس 20 ثانية عشان تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تطور عربية سونيك. وكمان لو كتبت في التعليقات كلمة سونيك كارت ممكن يبقى عندك عربية زي بتاعته، فلو كنت مكانك كنت هأسرع. الوقت بيجري زي العربيات. لا طيب ميتال سونيك أنا هنا جاهز ومستعد عشان أطور مستوى عربيتي. تمام يا سونيك، أهلا بيك في الحصة الجامدة دي. لو عايز يكون عندك كارت بمستوى 100 زي بتاعتي لازم تعدي الاختبار ده. ركز كويس لأنك لازم تتخطى المنحدرات الجامدة دي. لو قدرت تتسلق وتكمل على كل واحدة فيهم بالطريقة دي، أيوة، لحد ما توصل في الآخر خالص. هنا أنا هستناك علشان نعمل شوية تصادمات جامدة بالعربيات، واللي هيكسب هياخد الكارت بتاع التاني. فاهم؟ لو ما فيش فرصة إني أخسر الكارت بتاعي الموضوع مش هيبقى زي بعضه. يلا بينا، الكارت دي بس مستواها 10 بس أقدر أعملها. هحاول أطلع من ناحية واحدة. يلا آي فقدت القوة. يا خراب، الموضوع مش سهل زي ما كان باين في الأول. هحاول أطلع دلوقتي بكل قوتي. يلا يا كارت، دوسي شوية. يا خراب، مش قادر أعملها، مش قادر أوصل للسرعة المطلوبة ولا أتحكم في الكارت في الهواء. تمام سونيك، ركز، معاك كارت مستوى 10 وانت محتاج واحد مستوى 100، فيلا دوس سرع وخد دي. أنا جاي. أيوة مع إني دلوقتي هقع. تمام، كنت هقع في الفراغ بس مفيش مشكلة، أنا ماشي كويس. يا ميتال سونيك، هتشوف إزاي هاخد الكارت بتاعك اللي مستوى 100. هناك. تمام، استنى، أنا هقع. أيوة جبته. أنا بهدله شوية. بس لحد دلوقتي شكله شغال، فيلا أنا جاي تاني. استنى. هقع برا بس أقدر أرجعها تاني. ودلوقتي تمام، كل اللي علي أعمله إني أديها بنزين جامد ناحية الناحية دي.
يلا يلا يلا. أيوة أيوة. أوه ما نفعتش، اللعنة. يلا يا كارت، المستوى 10، وريني كل اللي عندك. أيوة كده صح. ودلوقتي أرف هنا وأروح مع آخر قفزة. يلا يلا يلا. ها أنا هنا. أيوة دلوقتي لازم نصطدم بالكارتات، بس بتاعك أكبر بكتير من بتاعي، فهحاول أطلعك برضاك أو غصب عنك. أيوة تمام، شكلي أقدر أدخل من تحت. لو استغليت ده هقدر أطلعه. هو خلاص بدأ يفقد السيطرة. آسف يا ميتال سونيك، بس الكارت اللي ليفله 100 ده هيبقى بتاعي. أيوة. واو 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 واو. يلا يلا يلا، عندي فرصة هنا. خد دي. دخلت من تحت، بس أقدر أرجع تاني لسباق التحدي. خد دي. أيوة أيوة أيوة. قدرت أوقعك، وحتى لو أنا وقعت وراك أنت وقعت قبلي، يعني أنا اللي كسبت. إيه رأيك في كده يا ميتال سونيك؟ ما قدرتش عليا. ماشي يا سونيك، أنا معترف، أنت اللي كسبت. تقدر تاخد عربيتي اللي في المستوى 100، فيها شوية تطويرات جامدة، وأتمنى تتعلم تستخدمها عشان تطور عربيتك أكتر وتقدر تهزم سونيك دوت اكس اي. شكرا يا صاحبي، وما تقلقش، تقدر تحتفظ بعربيتي اللي في المستوى 10 أهي كلها ليك. ودلوقتي لو تسمح لي، عندي سونيك لوبو لازم أزوره. يلا بينا. وأخيرا وصلت هنا. يا إلهي، بس إيه المكان الغريب والمرعب ده؟ سونيك لوبو، ما تقوليش إن ده حلبة قتال. أنا بصراحة خايف شوية. اهلا بيك يا سونيك في تدريبك المزين عشان يبقى عندك عربية كارت بمستوى 1000. زي ما انت شاكك، ده فعلا ساحة قتال بين العربيات. اللي بيحصل هنا هو انه بيثقل مقاومة العربية بتاعتك عشان توصل لمستوى 1000، وطبعا العربية اللي هتخسر هتقع في الحمم. كل اللي عليك تهزمني، وساعتها العربية بتاعتي اللي بمستوى 1000 هتبقى بتاعتك. يلا يا سونيك، وريني هتعمل ايه. يلا يا سونيك لوبو، أنا جاهز أديك علقة محترمة. هرميك في الحمم، أنا مستعد. تبا ليك، بدأت بقوة. ماشي ماشي، لازم أتفادى كل ضرباته. هو بيتحرك كويس جدا، واضح إن دي الحلبة بتاعته. دلوقتي هتفادى من هنا. هو واخد ظهري كده، مش هعرف أضربه وارميه في الحمم. يلا يلا من هنا، أرجع ورا. مسكني، خد دي. لا، هو بيزقني واحدة واحدة. لا، هيرميني في الحمم. كده مش هقدر أنقذ العالم. يلا تربو سونيك المعدني، اشتغل دلوقتي. أيوة، نجيت بأعجوبة. عنيد جدا، وعارف كويس ازاي بيتلعب ده. ماشي، بس أظن عندي الفكرة النهائية عشان أهزمه. الدائرة دي متحكم فيها تمام. ممكن أحاول أخليه يقع من هنا، ودلوقتي أرجع لورا. لا، مستحيل أطلعه برا الدائرة، بس اللي أقدر أعمله إني أنا اللي أخرج من الدائرة. سونيك لوبو، حضر نفسك عشان العربية دي اللي في المستوى 10,000. لا، 1000. آسف، اتحمست شوية. هتبقى بتاعتي، فهلف من هنا وأخرج من الدائرة في الممر. مش متحكم قوي صح؟ وإيه رأيك لو نروح على الصخور اللي على الجنبين؟ أنت بتتبعني جامد، بس هنا التعليق بتاعك والفرامل مش هينقذوك. هطلع من الناحية دي عشان أكمل من هنا. هطلع فوق الجبل ده. يلا يلا يلا. أيوة، ودلوقتي هنا لازم ألف في العربية. أيوة، خد عندك يا فاشل. دلوقتي أدوس فرامل، أرجع ورا. أيوة، وقعت في الحمم. أنت خسرت قدامي، وعشان كده سونيك لوبو، أظن إن العربية بتاعت المستوى 1000 هتبقى بتاعتي أنا، لأني لسه واقف في نص ساحة الحمم. أيوة سونيك، بصراحة اللي عملته كان مذهل. انت غلبتني واثبت انك سواق كارتات جامد، عشان كده العربية بتاعت المستوى 1000 بتاعتي بقت بتاعتك. يلا استخدمها واهزم سونيك دوت اكس اي. أكيد هعمل كده يا صاحبي، ما تشكش في ده، وخليك هادي. العربية بتاعت المستوى 100 بتاعتي ليك. دلوقتي أنا لازم أمشي عشان رايح أشوف شادو. أنا وصلت هنا ومستعد تماما لأي حاجة محضرها. طيب سونيك، اهلا بيك في الاختبار النهائي لعربيتي بتاعت المستوى 10,000. الجمال ده ممكن يبقى ليك، بس هيكلفك تمن غالي، لاننا هنعمل سباق كامل عشان نشوف مين هيجيب الجون الاول.
وهنروح على الجون على طول وندخل في المواسير ونتبع المسار بتاعها. يعني انت هتاخد الطريق الازرق وانا هاخد الطريق الاحمر، وفي الاخر نرجع هنا عشان نسجل الجون في المرمى. ولو عايز تعرف امتى ده هيبدأ يا سونيك يبقى استعجل، لانه هيبدأ دلوقتي. مش هتقدر تلحقني بسرعتي الرهيبة يا سونيك. خليك متأكد ان العربية دي هتبقى بتاعتي انا بس، وانا اللي هواجه سونيك دوت اكس اي. نشوف بقى انا وهتعرف تلحقني او لأ. اسمع كده ما ينفعش. يلا لازم أكون أسرع ما يمكن وأمشي في طريقي. هضطر أدوس، هشغل التربو. يلا بينا، هنديها جامد. أيوة واو، هبوط جامد جدا. مبسوط؟ تمام، دلوقتي لازم أكمل. غالبا أقدر أستفيد من إيدين العربية دي عشان أجيب جول، بس لازم أتفادى ده. يلا، لازم أقدر أوصل قبل شادو، وإلا هو اللي هيجيب الجول. هو ده الكلام. يلا، أتفادى واحد وأتفادى التاني. تمام، مفيش فخ يقدر عليا مع إني بفقد توازني. لا، تمام، لازم أسرع. في قفزة كبيرة جاية، فهديها تربو على الآخر. يلا بينا. عارف كويس، هبوط ممتاز. أنا ماشي صح، لازم أكمل طريقي. يلا هبوط تاني، هو ده الكلام. ودلوقتي هرجع أديها التربو كله هنا. يلا ولازم أهدي شوية في اللفة دي عشان ما اخبطش. أيوة، تمام، هو ده الصح شادو. بص دلوقتي، بدوس بنزين للآخر ورايح أجيب الجون، داخل بكل قوتي. يلا أوه، شوف شادو هناك. كنت بطيء قوي يا سونيك، الجون ده هيبقى بتاعي. جهز نفسك، انا جاي بكل قوتي. مش هسمح بكده. الإيدين دي بتاعت الحراس مفيدة جدا. هحمي مرماي وهمنعك تدخل فيا. جون يا شادو، ماشي، هو بيحاول بس فقد توازنه، وهنا أنا هدخل. أيوة، آسف يا صاحبي، بس الكرة دي مش هتدخل مرماي، دي هتدخل مرماك أنت. يلا أيوة، حاول توقفني بس مش هتقدر يا شادو. يلا أهو، عندي فرصة أعدي. أيوة، خليك مكانك وإلا هوقفك والجون هيجي في مرماك. يلا دلوقتي هضغط بكل قوتي. ده عربيتي، حتى لو مستواها أقل من عربيتك تقدر تجيب إجوان زي دي. أيوة، ها يا شادو، إيه رأيك؟ أنا قدها ولا لأ؟ طيب يا سونيك، مش قادر اقول لك غير مبروك. كسبت الماتش، وعربيتي اللي مستواها 10,000 بقت بتاعتك. استخدمها كويس، فيها تربو معزز عمرك ما شفته قبل كده، وهتقدر تجيب بيها حتى عربية كارت مستواها 100,000. شكرا يا صاحبي شادو، ما تقلقش، هجيب العربية اللي مستواها 100,000 لما أهزم سونيك مفتول العضلات. ودلوقتي لو تسمح لي هجرب التربو الجامد ده. أيوة، وأنا رايح له على طول. طيب يا سونيك مفتول العضلات العزيز، جه الوقت تديني فيه عربية الكارت اللي مستواها 100,000. كان نفسك في كده يا سونيك؟ انت عارف ان العربية دي هي الأقوى والوحيدة اللي تقدر تواجه عربية سونيك بوينت اكس. يعني لو عايزها لازم تتعب جامد وتعرق دم. يا صاحبي، العربية دي هتبقى بتاعتك بس لو قدرت تسبقني وتكسبني في السباق الرهيب ده، ولو عملتها هتكون بتختبر نفسك عشان تقدر تواجه سونيك بوينت اكس ايه رأيك؟ يعني برضو ما تتغرش قوي، العربية بتاعتك مستواها 100,000 لكن عربية سونيك بوينت اكس اي تقريبا 1,000,000. ايوه، بس ده اقرب حاجة موجودة. عمره ما كان في عربية مستواها 1,000,000. كل اللي بيتقال ده مجرد اساطير قديمة وتخمينات بحرية. بحرية؟ ماشي، يلا بينا نشوف مين هيكسب. انا هاخد عربيتك. جميل، يلا يا سونيك ادخل عربيتك. السباق هيبدأ كمان 3 2 1 ويبدأ السباق يا سونيك. اللي يوصل آخر يبقى عبيط. شفتني يا خايب؟ أنا جامد أوي، بسوق كويس جدا والكارت بتاعي أحسن واحد. مستحيل أخسر السباق ده قدام سونيك الغبي، حتى هطلع فوق المدمار العادي. الغلبان لسه حتى مش ورايا. إزاي ممكن يكون بطيء كده؟ مستحيل يغلبني. أنا ماشي بسرعة جامدة بالكارت بتاعي اللي مستواه 100,000. يا صاحبي، أنا كنت بسيب لك شوية أسباتية بس عشان عندي التيربو بتاعي. أيوة، ده فعلا تيربو جامد. فاكر إنك هتغلبني يا سونيك المفتري؟ طيب هنشوف. لأ، حصلت لي غلطة في السواقة، لو ما استعجلتش مش هعرف ألحقه. يلا، التيربو رجع. أيوة، جامد، أنا ماشي بسرعة رهيبة.
جيلك يا غبي. يلا يلا يلا، دلوقتي هلف من هنا بعد هبوط جامد وأكمل طريقي. اللفة دي ضيقة شوية، بس أقدر أخدها كده؟ أوه أيوة، تمام تمام تمام. تزحلق جامد وكمل بتربو كويس. جايلك. أوه أيوة، أوه أيوة، أوه أيوة. هعديك بتربو يا فاشل. أوف، شكلي ضايقته لما عديته. هو جايلي متعصب جدا، بس مش هيعرف يمسكني، مع إن الحلبة دي شكلها صعبة، بس أقدر أعديها. يلا يلا يلا، ولسه معتمد على معززات السرعة. يا نهار أبيض، أنا ماشي عكس الجاذبية، ده رهيب. جايلك. أوه أيوة، ده كان جنان. أيوة، مع إنه لسه ورايا، مش بيتهز من أي حاجة، بس أنا كمان مش هتهز يا صاحبي. في الحقيقة هو بدأ يفقد صبره، وده معناه إنه بدأ يفقد السيطرة على عربيته، لأنها مش عربية حقيقية، دي كارت. Porque no es realmente un coche, es un car. يلا يلا يلا. هو فقد أعصابه تماما ومش سايق كويس. ده بيديني فرصة إني أشغل التربو هنا، وكمان أوصل لأبعد نقطة ممكنة. أيوة، يلا يلا يلا، أنا ماشي كويس جدا، هطلع من هنا. وهو بيحاول يلحقني ومش هيعرف، مع إن العربية بتضعف. هيلحقني؟ يلا هاخد اللفة. ودلوقتي فعلا ده وقت القفزة الأخيرة، التربو النهائي. ويلا بينا، القفزة دي بتاعتي. أيوة أيوة أيوة، أنا بعملها، مع إنه جاي وراي على طول. يلا، هبوط مثالي، ودلوقتي لازم أسرع. تمام، هو اتقلب، يعني لو دوست بنزين جامد في الآخر الفوز ده كله بتاعي. مع السلامة يا سونيك الجامد، العربية دي بتاعتي. أيوة، كسبت خلاص. طيب يا صاحبي، إيه رأيك في اللي حصل ده؟ يا نهار اسود، صعب اعترف بالده، بس فعلا عملتها، غلبتني. ودلوقتي العربية بتاعتي اللي في المستوى 100,000 بقت بتاعتك. من فضلك استخدمها كويس، وحتى لو كان تقريبا مستحيل تكسب السباق ده وتغلب سونيك دوت اكس اي، حاول للآخر. في الآخر عمرنا ما نعرف ايه ممكن يحصل. ألف شكر يا صاحبي سونيك الجامد جدا. هسيب لك برضو عربية شادو اللي في المستوى 10,000. ودلوقتي أنا معايا العربية الجامدة دي، سرعتها القصوى عالية جدا. يا إلهي، العربية سريعة جدا، فهجيلك يا سونيك دوت اكس اي. مش هتقدر تغلبني، بقولك من دلوقتي. طيب، احنا دلوقتي في اليوم اللي بعده في نفس الميعاد في مكان السباق، ويبان كده ان الكل خاف ومفيش حد قادر يجي، حتى سونيك نفسه، مع انه كان بيتمنظر كتير. ده طبيعي يا دكتور اجمن، عربيتي مرعبة ومحدش يقدر يواجهها. دي عربية سباق مستواي يقرب من 1,000,000، وبيه كسبت السباق. ودلوقتي هحتفظ بالفلوس للأبد، هشتري أسلحة وهدمر العالم وأنت تسكت خالص، لأني هنا وجاهز أنافسك. يا إلهي، ده شيء مذهل. سونيك ظهر في اليوم المظلم ده اللي فيه سونيك دوت اكس اي كان هيسيطر على العالم، وده معناه إن عندنا سباق. أنا شايف إنك جيت بعربية كارت بمستوى 100,000. أنا هزمتك قبل كده وههزمك تاني يا فاشل. أيوة صح، مش بمستوى يقرب من 1,000,000 زي بتاعتك، بس برضو مش هستسلم. هفضل أقاتل لحد الآخر، وهحاول أخد الفلوس دي للي محتاجها أكتر، وأخلص عليك. أنا هخلص عليك. قواعد السباق ده إنه سباق للموت. يا نهار أبيض يا سونيك، انت فين؟ بس خلاص، لو ده اللي انت عايزه يلا بينا. المتسابقين ادخلوا عربياتكم. هتشوف يا سونيك، ده نهايتك. أنا جاهز تماما. هتشوف إنك مش هتقدر عليا، أنا كمان جاهز تماما. جميل، يبقى نبدأ السباق في 3 2 1 يلا نجري. مع السلامة يا فاشل. شوف أنا بسوق بسرعة إزاي وباخد الملفات كويس إزاي. الحلبة دي بتاعتي لوحدي، وانت عمرك ما هتعرف تلحقني، ولو لحقتني هستخدم كل قوتي عشان ادمرك يا فاشل. يلا بينا. انا سبقك بفرق كبير. فين السرعة اللي كنت بتتكلم عنها؟ فين العظمة اللي كنت جاي بيها بالعربية بتاعتك؟ انا حتى ممكن اخبط واعمل اللي انا عايزه. السباق ده بتاعي لوحدي. ايوه. أوه لا لا لا، هو سبق بسرعة جدا.
لازم أحاول ألحقه. بس هو استخدم قوته وعمل جو غريب جدا، وصعب أوي السواقة في الظروف دي. هيكون الموضوع صعب جدا من غير شك، بس لازم أدوس للآخر. كده أنا بخاطر، ممكن أعمل حادثة أو موصلش في الوقت، بس أظن دي الطريقة الوحيدة. هلف كده ومن هنا، وأظن دي الفرصة الوحيدة اللي عندي عشان أهزمه. يلا هلف من هنا ومن هنا. هنا لازم أشغل التربو كله لو عايز ألحقه. يلا. أوه لا، فقدت السيطرة، هخبط. أوه لا، خرجت من المدمار على طول. كده الموضوع مش مبشر خالص. يا نهار أبيض، هقع في البحر على طول وهضيع. هو هيكسب والدنيا هتخلص. أوه لا، يا خرابة. في الآخر حتى عربية كارت بمستوى 100,000 ما كانتش كفاية. كل اللي أقدر أعمله إني أغرق في قاع البحر وأخسر وخلاص. فعلا كان مستحيل أكسب السباق ده. أوه، هفضل هنا، هغرق والدنيا كلها هتضيع خلاص. بس استنى كده، إيه ده؟ شكله في حاجة ورا الطحالب. ممكن أستخدم آخر تربو في العربية عشان كده؟ يا نهار أبيض، دي الزمردة الرئيسية الأسطورية يا جماعة. يمكن لو عربيتي لمستها ساعتها ممكن أقبر. صح، استخدم قوتها يا كارت، لازم ننقذ العالم. يا نهار أبيض، إيه العربية الجديدة دي؟ دي جامدة جدا. ده كارت بمستوى 1,000,000 ومعاه تربو أقدر أطير بيه. صح، رجع تاني على الحلبة، ده شيء جامد جدا. صح، أنا رجعت ومعايا كارت بمستوى 1,000,000. الأسطورة المشهورة كانت حقيقية. فيه كارت ممكن يبقى بمستوى 1,000,000، يقدر يهزم أي حد، والموضوع ده بتاع أي حد. يا عزيزي Sonic.exe كمان يشملك أنت. يلا بينا كده، أنا هعديك وهطلعك برا الحلبة. يلا. مع إن يا إلهي هو رجع تاني، واضح إنه مش عايز يخسر، وأنا كمان مش عايز أخسر. عشان كده مش هديك أي فرصة حتى لو بسيطة. معايا كارت بمستوى 1,000,000. الأسطورة المشهورة طلعت حقيقية، وجمعت كل القوى في واحد، في الوقت اللي عربيتك بتتهز ومش قادر تواكب سرعتي. صح. يلا خلاص، جربت أخلص مع إنه قريب يلحقني. بس لحظة، دي كانت سباق موت صح؟ يعني في آخر خط هديك كل اللي عندي، هطلع كل قوتي وأوريك. بس عند خط النهاية هو المكان اللي هلف فيه، وخد دي. أيوة. عجبك كده؟ ما كنتش تطلب سباق الموت. خد دي يا غبي، مع السلامة يا فاشل، ده نهايتك. أيوة، انت طلبت سباق موت وفي الآخر حصلت على الموت، وأنا كسبت سباق الكارتينج. أيوة، وبصراحة اليوم بقى أحسن كمان، صح يا دكتور إجمان؟ يا إلهي يا سونيك، اللي حصل ده كان فعلا مذهل. انت عملتها، هزمتي Sonic.exe اللعين وأنقذت العالم. دلوقتي فاضلك حاجة واحدة بس، قولي هتعمل ايه $1,000,000 دول؟ أنا هشتري أسلحة وهدمر العالم. بهزر، هدية للناس اللي محتاجين أكتر. الفقر والجوع مشاكل بيعاني منها ناس كتير، فعشان كده طول ما أقدر أساعد حد ده اللي عامله دايما. يبقى يلا يا سونيك، مبروك عليك، انت تستاهل الفلوس دي، واعمل الخير زي ما دايما بتعمل. هو ده الكلام يا دكتور إجمان. هاخد الفلوس وهركب الكارت بتاعي بمستوى 1,000,000. كل الفلوس معايا هنا جوه، تقيلة شوية بس هتنفعني. دلوقتي هستخدم قوة الكارت ده عشان أطير. يلا بينا. أيوة كده الصح. هاخد الفلوس دي للناس اللي محتاجينها أكتر. ودلوقتي مفيش حاجة ولا حد يقدر يضرني، لأني معايا كارت سونيك مستوى 1,000,000. أيوة.